وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. يا صباح الخير والفل والياسمين، وأهلا وسهلا فيكم من وين ما كنتوا عم بتابعوني. كيفكم صبايا؟ شو أخباركم؟ يا رب تكونوا بألف خير. بهذا الفيديو عملت شغلات حلوة. أول إشي رتبت خزانتي. أنا كنت بأجل موضوع إني أرتب الخزانة وأطلع الملابس الشتوية، لأنه كنت بقول يعني إنه أرتب خزانة أولادي أهم مني، بس إنه في أنا عندي رتبت أواعي اللي بطويهم طوي، وضايل كان علي إني أرتب الملابس اللي بعلقها تعليق. فأنا ما صورت الأواعي اللي طويتها، بس صورت الأواعي اللي بتتعلق. ما قدرت يعني أصور كل هاي الشغلات. وعملت شغلات كمان بسيطة. كان في عندي مثلا سلة كان في إلها قماشة هيك، قلت هاي لازم أغسلها فغسلتها. كمان كان في عندي الفروة اللي بحطها بغرفتي، كمان غسلتها ونشرتها وهيك. كمان عملت مندي. تابعوا معي الفيديو للآخر وإن شاء الله تستمتعوا وتنبسطوا معي.
هلأ كان في عندي صوبة الكهربا، فأنا قُلت قبل ما أستعملها يعني بالشتوية فلازم إنه أنضّفها منيح، ففكيتها طبعًا زي ما شفتوا فكيت البراغي وفكيت الحديدة اللي كانت ونضّفتها وكمان رجعت ركّبتها بس أهم إشي ديروا بالكم يعني على البراغي هدول إذا ضاع واحد منهم وهيك يعني انتبهوا حطوهم بمكان آمن لحتى ترجعوا يعني تلاقوهم بعد ما فكيتوها وهيك. حبيت أفرجيكم كيف فكيتها ونضفتها، وهون بعد ما نضفت هاي القماشة تبعت السلة رتبتها ورجعتها لمحلها، ورجعت أنا بحط هدول المنطفلة فيها لحتى استعملهم بالشتاء، وبالصيف بحط يعني الله يكرمكم الأحذية اللي بتكون اللي بنستعملها في البيت بالصيف، فبستفيد منها يعني بالصيف وبالشتاء. هلأ هون كمان حبيت أرتب خزانتي. كمان كان في عندي إضاءة بحب أحطها فوق الأواعي، كنت معلقيتها في الخزانة فكان بدها شحن فحطيتها على الشحن لبين ما شحنت منيح. بالنسبة للأواعي الصيفية بعد ما طلعتها وفرغت الخزانة حطيتها على السرير، وبعد هيك طلعت الأواعي الشتوية اللي كانت بالشنطة ورجعت علقتهم وضبيت مكانهم الأواعي الصيفية اللي كانوا عندي، لأنه حسيت الخزانة مع الأواعي الشتوية هيك يعني كتير تعبت. ف يعني كان لابد إني أحطهم بالشنطة، وبعد ما عبيتهم وهيك خلص رجعت الشنطة كاملة ضبيتها بالخزانة، وهيك كان المنظر يعني بعد ما شحنت الضوء وكمان علقت الأواعي الشتوية. وكل سنة وأنتم بخير يا رب. كل ما تشتد البلايا وتحاوطك نيران الخوف وتنقطع الأسباب ردد حسبي الله ونعم الوكيل. سيدنا إبراهيم عليه السلام عندما انقطعت به الأسباب ورموه إلى النار قال حسبي الله ونعم الوكيل، فقلب له الله تعالى النار بردا وسلاما. ولم يختص الله تعالى سيدنا إبراهيم عليه السلام بحسبنا الله ونعم الوكيل، فقال في كتابه الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، فحسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. هلأ هون حبيت أعمل مندي. هذا المندي أنا يعني مشهورة فيه. هلأ أنا بشكل عام يعني الأكلات كلها اللي بعملها زاكية، بس المندي كتير مشهورة فيه، فحبيت أفيدكم بهاي الطريقة. جربوها على طريقتي وإن شاء الله إنه كل ما تعملوها حتدعوا لي. هلأ أول شي بحط البصل بفرمه وبحط التومة كمان. بعد ما أحطهم بالصينية اللي بدي يعني أحطها بالفرن، أو ممكن أستعمل طنجرة عادية بقدر إني أفوتها على الفرن ما يكون في إلها مثلا إيدين بلاستيك أو إشي هيك. فكنت عم بقول إنه بعد ما أنا هرست التومة وفرمت البصل بحطهم بالصينية اللي بدي أفوتها على الفرن، بقلبهم مع البهارات الخشنة وشوية زيت نباتي أو سمنة اللي بتحبوه، وكمان بحط البهارات اللي هي الكبش القرنفل والهيل ورق الغار القرفة رشة كمون حب، طبعا كلهم أشياء يعني بهارات حب صحيحة. ممكن أحط مثلا كزبرة، ممكن أحط فلفل أسود، أي بهارات موجودة، وبقلبهم على النار لبين ما يدبل البصل. بعد ما يدبل البصل بضيف التومة
اللي بكون طبعا فرمتها وطحنتها منيح. هلا الرز طبعا انا بكون غسلته بس ما بنقعه. فمثل ما حكيت بحط ورق الغار، الهيل، كبش قرنفل، فلفل اسود، كزبره، قرفه، عيدان، كمان نسيت احكي لكم اني بحط لومي، وهدول بحط عليهم زيت نباتي، وبعدين بقلبهم على النار لبين ما يدبل البصل، بضيف عليه التومه. هلا مثل ما بتشوفوا بقلبهم كتير منيح لبين ما يدبل البصل وبحط له التومة. بعدين بجهز خلطة الدجاج. أنا بحط بهارات ناعمة. هلا هون ما بنحط خشنة. بحط فلفل أسود، رشة قرفة، زنجبيل، كاري، كركم، وكمان كزبرة، رشة كمون، طبعا كزبرة مطحونة، رشة كمون، بحط كمان بابريكا بتعطيها لون حلو، وبحط أكيد بودرة مرق دجاج، بحط رشة ملح، وبجهز هاي الخلطة. وآخر شي بضيف عليها كمان ما بنسى بودرة التوم، وبعد هيك بضيف عليها الزيت النباتي وبقلبها منيح. هلا في ناس هون بحطوا مثلا لون أحمر. أنا بصراحة يعني كتير ببعد عن الألوان والصبغات لأنها يعني ضارة ومسرطنة، الله يكفيكم الشر. ويعني بصراحة يعني بميل إني أعمل الأشياء بطريقة صحية أكتر. حتى يعني في مثلا ناس بدخنوا هذا المندي، فأنا برضه موضوع التدخين كمان ما بحبه، لأنه كمان مش صحي. بدخنوا الرز، بدخنوا الدجاج، فأنا بشكل عام يعني ما بحب أعمل أي إشي مش صحي، بحاول يعني إني أتجنبه. وكمان بطلع طعمة الأكلة يعني زاكي، ما بتفرق سواء دخنتها أو ما دخنتها، باستعمال طبعا الفحم أنا قصدي. فإنه ما حتفرق كتير، وجربوها بهاي الطريقة عن جد طعمها زاكي كتير يعني، حتى من دون تدخين أنا ما بدخنها وبطلع طعمها كتير لذيذ وزاكي. طبعا إذا كانت الدجاجة كبيرة بعمل شرائح فيها هيك أو بقسمها، يعني بفتحها هيك لحتى تدخل الخلطة في الدجاج وتستوي أكتر. والأفضل إنه يكون الجلد حتى يحافظ على طراوته ويضل هيك، يعني الدجاج تضلها هيك طرية مع الجلدة. بس أنا كان الدجاج عندي من دون جلد، ما بتفرق يعني، بس إنه الأذكى يعني أو الأطرى ما بتكون الدجاجة ناشفة لما يكون عليها الجلد بس. طبعا أنا حطيت الرز بس غسلته غسل، وحطيت عليه لكل كاسة رز حطيت كاستين مي، وحطيت عليه ملح وزيت نباتي. ممكن تحطوا بودرة مرق دجاج كمان. وبعد هيك حطيت القصدير فوق الرز وخزقته بالسكين، وحطيت الدجاج اللي كنت طبعا متبليته بالخلطة. أنا نسيت هون أحط ورق زبدة فوق الدجاج، وفوق منه بنحط قصدير وبنسكرهم منيح. وبعد هيك بحطهم بفرن حامي. بحطهم مش على النار مباشرة، لا برفعهم هيك شوي عن النار لبين ما هيك انه تغلي شوي. بخليها على نار متوسطة نص ساعة، وبعدين برجع بوطي الفرن كمان بخليها لنص ساعة تانية. بعد هيك بفقد الدجاجة، بتأكد انها استوت والرز استوى، وبحمر الوجه الدجاجة. بهاي الفترة حبيت اعمل الدقوس. انا بحط فيه بندورة ونعناع وفلفل اخضر وكمان توم ورشة ملح وعصرة ليمون، وبزيدهم بعد ما أطحنهم بشوية مي.
هلأ بالنسبة للدقوس إذا لقيت لون البندورة مو حمرا بتكون مثلًا، فممكن أحط عليها رب بندورة أو دبس بندورة لحتى تعطيها بس شوية لون. هلأ الأصل بالمندي إنه ما بنحط فيه جزر، بس ممكن زبيب لوز على الوجه للزينة، بس أنا مشان الفوائد أكتر وإحنا هيك يعني بنحب عنا في البيت، فبحط جزر مبروش، بضيف عليه شوية زبيب، شوية مي، وبخليها هيك على البخار لحتى ما تستوي. بعد ما يستويوا ممكن أحط رشة قرفة، رشة هيل، بودرة مرق دجاج، رشة ملح، أي شي بدي إياه أنا. وبعدين كمان بضيف له شوية زيت نباتي أو سمنة وهيك، فإنه كتير يعني بيعطي نكهة زاكية وغير الفوائد. هيك كان شكل المندي بعد ما استوى. تأكدت إنه الدجاج استوى والرز كان نثري وكل حبة بحبتها. جربوا هاي الطريقة كتير رح تحبوها وتدعوا لي، كتير زاكية وصحة وألف عافية يا رب. ومثل ما حكيت لكم إنه في ناس بيحطوا لون أحمر مع الدجاج لحتى ينزل على الرز ويعطيه الألوان هاي الأصفر والأحمر. أنا بحط بابريكا بدل اللون الأحمر الصبغة، وبحط كركم بدل اللون الأصفر. حلو الإنسان يعني يلتزم بالأشياء الصحية، يعني قد ما يقدر يحاول يعني ويجاهد نفسه إنه يأكل طعام صحي. وكمان زي ما قلت لكم في ناس بدخنوا الرز وبدخنوا الدجاج، بس أنا برضه ما بحب، يعني بحسه إنه مش صحي. يمكن تدخين الدجاج أهون، بس نوعا ما يعني بيطلع زاكي، ما بتفرق كتير. هلأ بالليل بعد ما ضبضبت وجليت ودرست الأولاد كالعادة وشربت قهوة بعد الغداء، حبيت هيك أعمل أجواء حلوة، ضويت هذا الفانوس والشمعة، وهيك بيكون الفيديو انتهى معكم لليوم. إذا عجبكم لا تنسوا تعملوا لي لايك وتشتركوا بالقناة، بحبكم كتير، سلام.